كم مرة بدأت تمرين وكنت متحفز جدا وبعد أسبوعين بطلت؟ مش لأنك كسول، بس لأنك فقدت المعنى. المشكلة مش في التمرين ولا في الأكل، المشكلة إن كل مرة بترجع فيها بتفكر نفسك بترجع من الأول. وصدقني مفيش أي نظام هينفع لو لسه عقلك شايف إن أي توقف هو فشل. إنك توقف ده جزء طبيعي من الرحلة مش نهايتها. بس أهم حاجة لما توقف ما توقفش عشان ترجع خطوة لورا، لا، عشان تاخد نفسك وتفكر صح. سبحان الله، جسمك عنده حاجة كويسة جدا اسمها الماسلز ميموري، يعني أي مجهود بتعمله فترة معينة وتوقف منه شوية وترجع له تاني جسمك بيفتكرها وبيرجع أقوى وأسرع من أول مرة. بس للأسف دماغك بتنسى قد إيه هي كانت قوية، وبتقارن نفسك بأيام زمان كأنك شخص تاني، ونسيت إنك أنت لسه نفس الشخص، وإن جسمك قادر يفتكر اللي أنت عملته زمان، بس عقلك لسه مش فاهم ده، وده بيخليك تحس إنك لسه بتبدأ من الصفر. جسمك فاكر بس دماغك محتاجة تفتكر هي كمان. اوعى تستهين بأي خطوة حتى لو كان صغيرة، والتمرين كل مرة مش لازم يبقى مثالي، بس أهم حاجة تكون صادق مع نفسك. ما تستناش تبقى جاهز، كل مرة بترجع فيها وأنت مش جاهز تصنع نسخة أقوى من نفسك. احفظ الفيديو ده عندك لو حاسس إنك محتاج تبدأ من تاني، وابعته لحد لسه فاكر إنه هيبتدي من الصفر. البداية من جديد ما اسمهاش رجوع من الصفر، أنت بترجع بخبرة أكبر. تابعني وما تنساش تدعمني بكومنت، وابعت الفيديو ده لأصحابك، وأنا هوصلك لأعلى مستوياتك النفسية والبدنية، وخليني معاك خطوة بخطوة. أحمد الشيمي، بطل مصر وألمانيا.